ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلى على الحبيب قلبنا وتشيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الفيديو ده متصور من حوالي كتير قوي قوي، بقاله حوالي داخل على السنه معايا. آه يعني كنت حاطاه على قناه تانية ومحققش اي حاجه خالص، فيعني ايه جبته هنا يعني عشان ابقى صريحه معاكم، عشان محدش يقول ايه ده انتي مش تابعه المقاطعه. الكلام ده الفيديو ده بقاله سنه معايا ماشي. هنا بقى ايام ما كنت بعمل دايت هنا بقى كنت بعمل دايت في اليوم، في الايام دي يعني كنت جايبه نسكافيه البلاك وسكر الدايت، وكنت شقه خيار، وكنت حاطه عليه جبنه ايه قريش. هنا بقى كنت ساعتها بحط حبايتين من السكر. يعني انا بقولكوا الفيديو معايا بقاله سنه. اول حاجه طبعا احنا الحمد لله يعني ماشيين على المقاطعه وكده، فيعني عشان خاطر دي، عشان خاطر اخواتنا في غزة، فيعني دي اكتر حاجة ان احنا نعملها، ان احنا ندعي لهم وان احنا نقطع الحاجة. فيعني ايه عشان محدش يخش يقول حاجة، الفيديو ده من سنة هو كان معايا وانا نزلت بقى ماشي. هنا بقى كنت حطيت هنا كيس النسكافيه دولت على حباية سكر وايه، وحطيت بقى اللبن على البوتاجاز، وكنت ساعتها كنت هفطر خيار عليه جبنة. يعني انا كنت ساعتها عارفة ان انا كنت ساعتها هتغدى عيش، فانت هتشوفوا معايا دلوقتي. ده كده كان ساعتها فطوري في ايام الدايت بقى، ايام الدايت خلاص مبقاش في دايت دلوقتي الصحة ما بقتش قد الدايت، يعني بقيت اتعب بسرعة يعني. هنا بقى بصوا كانت ساعتها مش فاكرة والله كنا في عيد ولا كنا في كانت مش فاكرة والله، او كنا في السنة الجديدة اللي فاتت. فكانت ودي برضو كانت لسه الشاشة بتاعتي ما كنتش دخلتها جوه، وما كنتش جبت اللي عندي دلوقتي. ودي كان غرفة الأطفال. طبعا بصوا كانت الدنيا كلها كان ساعتها مكركبة قوي، فلازم بصحى يعني بنضف وكده. قلت بقى هفطر وبعد كده بقى ايه احرق بقى ساعتها فصبيت بقى النسكافيه وهفطر كده، وكنت ساعتها هفطر كنت اقوم بقى اشوف الخرابة دي الشقة كان عاملة ازاي. كان زي الفل. كنا في عيد ساعتها عشان كنت مربية الفراخ اللي انت هتشوفوها معايا دلوقتي دي، كنت انا اللي مربيها فعلا. كنا في عيد لاني انا مش بربي غير في شهر رمضان بس فكنا في عيد صح فعلا انا افتكرت. من سنة مش فاكرة والله كنا في عيد ولا كنا في السنة الجديدة، والله ما فاكرة. بس هو الفيديو معايا بقاله سنة. حتى لو انا صورتكم دلوقتي الشقة هتلاقي كل حاجة متغيرة عن دلوقتي خالص. هنا بقى كنت بشغل طبعا القرآن الصبح قبل ما بعمل اي حاجة. الفيديو دوت فعلا كان بقاله سنة، لان كان حاجات كتير اوي حاجات كتير اتغيرت فعلا. هنا برضو الحمام كنت نضفته، ويعني كده كنت بقولكوا يعني انا نضفت الشقة كلها الصراحة ساعتها، وكنت وغسلت كل حاجة كل حاجة. بصوا حتى كل حاجة بتلمع. والمطبخ بقى كان 100 فل و10. ساعتها كنت هعمل ملوخية خضرا اهي، غسلتها طبعا كذا مرة، بس انا مسرعلكوا هنا الفيديو وبعد كده بقى بحطها على فوطة كده واسيبها تنشف، فوطة نظيفة طبعا للأكل. هنا بقى يا جماعة انا مش فاكرة بالظبط، كان في ايام عيد تقريبا مش فاكرة والله. بس انا مش بربي طيور غير في الاعياد بقى، مش عارفة عيد كبير وعيد صغير الله اعلم. بس انا بقولك والله الفيديو بقاله كتير، بقاله سنة معايا، فقبل ما يحصل كل اللي احنا فيه ده، عشان محدش يقول ايه ده انتي شبه المقاطعة ولا ايه. هنا بقى كنت حاطة دقيق وملح وطماطمية بفركها وليمونة، دي كنت هنقع فيها الفراخ. هنا بقى غسلتها الاول من الملح وبعد كده بقى هنقعها واسيبها. بس والله يعني انا مش فاكره اصلا كنا في ايه. بس المهم يعني مش هنقعد نفتكر يعني اليوم، يعني مش هنفتكر يعني اليوم، مش مهم. المهم ان احنا معانا دي كان بقى فراخ اسمها هجيني او بلدي، كنت انا اللي مربيها يعني في البيت. فطبعا هنا بقى انا قحتها امسكها بقى اغسلها، وكنت حاطه لها ميه للسليق، وكنت سايبه الملوخيه تنشف ساعتها. بس لسه فاكره لحد دلوقتي يا جماعه ما بنساش
بصوا هنا بقى شلت الزيادات اللي هي هنا ديت. بصوا لحمها اصفر يا جماعه عشان انا باكل علف صوفي. الناس اللي بتربي اكيد عارفه يعني ان الفراخ لما بيكون جسمها لحمها اصفر كده بتكون بتاكل علف كتير. ودي مش فراخ بيضة، دي هجيني، حاجه اسمها فراخ هجيني كده. عارفين اللي بتبيض بيض الاحمر ان احنا بناكله؟ هم دول بقى، بس انا ما سبتهمش يبيضوا. هنا بقى كان جزرايه وطماطمايه وبصلايه ورق لوري و2 قرنفل وحبهان وشويه ملح و2 ماجي قبل المقاطعه يا جماعه. دلوقتي خلاص الاكل بقى طعمه حلو من غيره عادي يعني. ادي اهو كنت هنا بقول لكم بقى وحبان و2 قرنفل وجزرايه وبصلايه وطماطمايه وشويه ملح. تمام. الميه هنا كانت بتقلب، بنزل بقى بالمنكهات وبعد كده بقى بنزل بالفراخ. ما بتاخدش سوا بصراحه يعني، الفراخ دي كان لسه طريه كمان يعني. انا ما كنتش، لو كنت سبتهم شويه كانوا هيكبروا ويبيضوا، بس انا مش عايزاهم يبيضوا، فاضطريت ان انا ساعتها اذبحهم يعني قبل العيد. وبصراحه بتاخدش حاجه، هي بتستوي بقلبها على الجنب التاني وما تقوليش لون ايدك عامل كده ليه، لاني معدله في الفيديو يعني والفلتر كده انا رغاية قوي. بس المهم لو وصلت معايا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك يا حلوين، وبحبكم طبعا ومنوريني في القناه والله. الناس اللي بتخش على عيني وعلى راسي، نورتوني. هنا بقى كانت الملوخيه نشفت فبحطها كده وبخرطها بالمخرطه. انا عندي الكبه بس انا بحب اخرطها بالمخرطه، وحطيت لها فلفل وبخرطها. كنت هنا عامله جنزبيل على ليمون. كنت بعمل ازازه كده وبقعد اشرب منها ايام الدايت يا جماعه. هنا بقى كنت منضفه الحوض وكان كل حاجه تمام طبعا جنبي. وهنا كانت الفرخه بقى خلاص كنت حاطاها هنا على الظهر بتاعها يستوي وخلاص. ما هي كنت كل شويه بوريها لكم، مش فاهمه ليه. ادي هنا كنت خرطت الملوخيه تمام. وهنا بقى خلاص هحط الفرخه. هنا كنت بحطها تحت الشوايه، بحط عليها حته سمنه او زبده واحطها في الشوايه. يا جماعه بالله عليكم يعني مش عارفه ايه حكايه ايدي ورجلي بينملوا بسرعه ليه، يعني بتبقى تنميله وبتقل، انا مش فاهمه هي من ايه بصراحه يعني. فالموضوع ده بقى معايا بقاله حوالي 4 ايام، ايدي ورجلي بينملوا بسرعه جدا وبيوجعوني، فانا مش عارفه ليه. وكان في نص وشي كان بيوجعني، العظم اللي فيه كان بيوجعني وانا مش عارفه برضو من ايه. وكنت بقى بحط اللي هو مرهم، اللي هو الجيل الموضعي دوت، اللي هو اسمه ايه البتاع دوت اللي هو اللي بينمل ده. فانا بقى كنت عامله شوربه لسان عصفور، فانا مش عارفه والله ده من ايه يعني. المخدر، كنت حاطه مخدر موضعي عشان كنتش طايقه الوجع بصراحه. بديله قلبه واتنين وبقفل عليه. بس انا لسه فاكره والله لحد دلوقتي انا كنت بتكلم في ايه. بديله قلبه واتنين وبطفي عليه وبسيبه هو بيكمل سوين. لسان عصفور مش باخد سوا. هنا بقى بصوا كنت محمره الفرخه تحت الشوايه وبقلبها على الجنب ده شويه الجنب ده شويه. كنت لسان عصفور كنت سايده عليه، كان بياخد قلبه واتنين وبقى كنت بطفي. طبعا الصورة صغيرة كنت لسه برضو ما اعرفش اللي هو التصوير قوي يعني. ولحد دلوقتي الجو ساعة واحد بقى بيدفع وينام خلاص. هنا بقى كنت هعمل الملوخية، حطيت شوية شوربة صغننين، بحط الاول شوية شوربة صغننين خالص وبعد كده بقى اسمه يا ربي بقفل او بحط شويه شوربه صغننين اول في الملوخيه، اي ملوخيه حتى لو يعني اي ملوخيه. وبعد كده لما بتعوز شوربه بزودها عادي، بس المهم ان انا ما ازودش الشوربه كتير وفجاه الاقيها خفيفه. هنا بقى الثوم اهوت، حطيت بقى اي ماده دهنيه انتوا بتحبوها. ادي بقى هنا كنت حاطه الثوم مفروم وبحط له بقى شويه كزبره كده، يعني شويه كزبره ناشفه بيخلوا طعمها حلو قوي. لو ما فيش خلاص عادي يعني مش هتقف على الكزبره. هنا بقى مش بغطيها يعني ايه، مش بغطي الملوخية غير لما اجي اطشها. دي خلاص اهو شوربة لسان عصفور. هنا كنت غرفت بقى وكنت حاطة الشوربة في طاجن ومخلل ده من قبل المخلل ده من قبل اسمه الجرثومة. من ساعة ما جاتلي الجرثومة انا بخاف منه، بعمل حاجتي في البيت. بس اشوفكم في فيديو جديد.